طب هنا يجي سؤال مهم، طب لما هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حط الخزائن في الأرض وساب مفتاح الخزائن دي مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، طب ما هو في ناس بتكسب من الحرام وبتشتغل في حرام وبتعمل حاجات مش كويسة وبتعمل محتوى مش هادف، كله حاجات قلة أدب وكلام فاضي ومعاهم فلوس كتير أوي. طب إزاي الناس دي بتاخد من خزائن الأرض؟ يعني إزاي الناس دي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لو هو اللي بيقسم ومعاه مفاتيح خزائن الأرض هيديهم وهم أصلا بيعملوا حاجة حرام؟ هنا لنا وقفة. ليه بقى؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قالها صريحة في الحديث القدسي: لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا من خلفك يا محمد. فالسكة اللي انت رايحها بتاعة ربنا هتخشها من عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو انت دخلت من سكة تانية بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ربنا سبحانه وتعالى برضو بيقول في سورة تانية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني البني آدم اللي بيمشي وحش أو بيمشي غلط بعيد عن سكة ربنا، ربنا بقى سبحانه وتعالى هو اللي بيفتح له أبواب الرزق بنفسه. رزق السماء ربنا أوكله لميكائيل الملك، ورزق الأرض ربنا أوكله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يوزعه. أما الرزق الحرام فربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيفتح أبوابه للناس، عشان خاطر لما يجي يحاسبهم عليه هو هيحاسبهم بنفسه. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة.